إعادة الخلف بالسلف. فالعودة إلى التاريخ الوطني هو مظهر من مظاهر الوعي التاريخي من أجل تحقيق التضامن والوحدة الوطنية والرد على كيد الأعداء الذين يتربصون بالجزائر يعني كيد الدواعي. فتستوقفنا اليوم الذكرى 68 لإضراب 8 أيام 28 جانفي إلى 4 فبراير 1957 الذي دعت إليه لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومال. إذا وجاء في بيان الإضراب: أيها الشعب الجزائري المجاهد، أيها المناضلون من فلاحين وتجار وحرفيين وعمال، أنتم الذين تستعدون للإضراب، إضراب السلمي العظيم. إذا من أجل أن يجتمع المجتمع الدولي بحقيقة، أو أن يعي المجتمع الدولي بحقيقة ما يجري في الجزائر، الهدف من هذا الإضراب هو إسماع صوت الجزائر إلى الأمم المتحدة في دورتها 11 ودعم المجموعة العربية الآسيوية. مدة الإضراب حددت ب8 أيام بعد نقاش بين قادة، خاصة بين العربي بن مهيدي وسعد دحلب. إذا وعبان رمضان تقرر أن الإضراب يكون مدته 8 أيام، والإضراب يكون شامل في كل التراب الجزائري وكذلك في فرنسا. ووجه نداء إلى الولايات الست وإلى اتحادية جبهة التحرير الوطني بالخارج وإلى ممثلي جبهة التحرير في تونس وفي المغرب وفي مصر من أجل إنجاح هذا الإضراب. إذا الهدف من هذا الإضراب هو إبراز تماسك الشعب الجزائري مع قيادته ومع جبهة التحرير الوطني، والرد كذلك على الهمجية الفرنسية التي اقترفت المجازر بحق الجزائريين، خاصة وأن عام 56 شهد سلسلة من الإعدامات بحق رموز الحركة الوطنية والثورة التحريرية، يتقدمهم الشهيد أحمد زبان الذي أعدم بالمقصلة في 19 جوان سنة 1956. ومن هذا المنطلق كان لابد عن الجزائريين أنهم يردوا. هذا المرة اختاروا طريقة سلمية شاركت فيها المنظمات الجماهيرية، وعلى رأسها الاتحاد العام للتجار الجزائريين والاتحاد العام للعمال الجزائريين. والإضراب كان شامل لكل الولايات، وبرز منذ البداية دور الاتحاد العام للتجار والحرفيين الذي أطر وضمن وصول المادة الغذائية والتموينية إلى العائلات الجزائرية خلال مدة الإضراب، رغم الفاتورة الباهظة التي دفعها هؤلاء من خلال سلسلة الاعتقالات والتوقيفات وسلسلة القمع والقتل الذي طال رموز الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. مع ذلك الإضراب شمل كل التجار وكل المحلات، وشمل الإدارات العمومية من السكة الحديدية، من البنوك، من المؤسسات التعليمية، إذا من مؤسسات الغاز والكهرباء وكل المؤسسات الوطنية التي كان يشتغل بها الجزائريين. نعطي بعض الأمثلة، أنه على مستوى مثلا الكهرباء والغاز من جملة 3306 عامل أوروبي كانوا يشتغلوا، كان معاهم 988 جزائري يشتغلوا في القطاع. إذا في قطاع السكك الحديدية من مجموع 9148 أوروبي كان هناك 900 جزائري يشتغلوا. ووجهت مناشير ودعوات إلى العمال الأوروبيين من باب التضامن العمالي، أنهم يتضامنون مع الجزائر من منطلق أن الشعب الجزائري راه يقوم بالإضراب، ماهوش ضد هؤلاء العمال ولكن ضد الحكومة تاعهم التي اقترفت المجازر بحق هذا الشعب الجزائري. إذا وبلغت نسبة الإضراب في قطاع السكة الحديدية 100% في العاصمة، و50% في وهران، وحوالي 27% في قسنطينة وبقية المدن الجزائرية. وهذا الإضراب إذا حقق أهدافه وكان ناجحا بكل المقاييس باعتراف الصحافة الفرنسية والصحافة الدولية التي غطت الحدث لا سيما في العاصمة، حيث تواجدت الصحافة الدولية ومن بينها يعني الصحافة الفرنسية اللي مراسل فرانس أوبسرفاتور يقول بأن نسبة الإضراب كان ناجحا وبلغ 90%. وكذلك يصور ممثل وكالة أسوسييتد بريس الأمريكية
أنني في حياتي لم أرى مدينة يخيم عليها الموت والصمت مثل ما رأيته في مدينة العاصمة، يعني خاصة في الأحياء الكبرى في القصبة، لأن العاصمة في هذه الأثناء راهي تشهد ما يسمى بمعركة الجزائر وتزايد النشاط الفدائي. إذا وبالتالي كان يعني هذا الإضراب ناجحا باعتراف الأوروبيين أنفسهم. أما رد الفعل الاستعماري على هذا الإضراب فكان قويا وعنيفا، وجند الجنرال ماسو الفرقة العاشرة للمظليين حوالي 10,000 جندي لقمع المظاهرات لا سيما في المدن الكبرى مثل العاصمة وعران وقسنطينة، واستعمل حوالي 4 فرق عسكرية لفرقة المظليين و10 فيالق للكتيبة العسكرية للأمن، واستعمل حوالي 10 فرق أو 8 فرق للدرك الوطني وقوات مكافحة الشغب، واستعملوا كذلك الدبابات على مداخل ومختلف طرق تاع المدن، واستعملوا حتى الأسلاك الشائكة التي وضعوها يعني في مداخل الأحياء الكبرى لا سيما يعني في العاصمة في القصبة وسوسطارة وغيرها من الأحياء الكبرى التي كانت تشهد غليان كبير. إذا بالإضافة إلى أن فرنسا عملت عملية تمشيط للقضاء على نشطاء الاتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين، وكذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكل الفدائيين بما فيهم النساء الفدائيات. ما ننساش انه في هذه الفتره في العاصمه بالتحديد كان هناك نشاط فدائي كبير، وفي يوم 27 قبل الاضراب بيوم يعني تم يعني وضع 3 قنابل، يعني 3 قنابل وضعتها حرائر الجزائر ومجاهدات الجزائر تتقدمهن جميلة بوحيرد وجميلة بوعزة، إذا وفضيلة عطية وزهية خلف الله ولويزا أحريز إيغيل والزهرة ظريف وغيرها من المجاهدات اللي كانوا موجودين في العاصمة، يعني قاموا بزرع قنابل فجرت يوم 27 جانفي سنة 1957. إذا وبالإضافة إلى ذلك يعني واش قامت السلطات الاستعمارية؟ أنها دارت حملة دعائية وأنشأ لاكوست إذاعة سماها إذاعة صوت الجزائر المكافحة تقليدا للإذاعة تاع جبهة التحرير الوطني، باش يبث يعني هكذا يعني الحرب النفسية ويدعو إلى إيقاف الإضراب، ووزعوا مناشير عليها العالم الجزائري يطلبوا من الجزائريين إيقاف الإضراب، وكذلك يعني قاموا بتوزيع مناشير عبر يعني المروحيات عبر كل الأحياء الكبرى في المدن الجزائرية. وقامت كذلك بسلسلة مداهمات واعتقالات وتعذيب قسري، وقام جنرالات فرنسا يتقدمهم الجنرال ماسو والجنرال بيجار والجنرال لاكوست والجنرال أوزاريس والجنرال سميث وغيرهم بوضع مخابر سرية لتعذيب الجزائريين في الأحياء الكبرى للمدن الجزائرية، ورافق ذلك سلسلة من الإيقافات والتوقيفات، واعتقل أكثر من 1500 جزائري وهجر بعضهم ووضعوا في بعض المعتقلات الكبرى. إذا والحصيلة النهائية أن هذا الإضراب إذا بغض النظر على أنه يعني عدد المعتقلين وكذلك الذين قتلوا خلال هذه الفترة، فأنه قضى على الخلايا الفدائية لجبهة التحرير الوطني في العاصمة، وتم إيقاف العربي بن مهيدي يوم 23 فبراير 1957 ونفذ فيها حكم الإعدام إلى جانب يعني بعض الفدائيين من أمثال صالح بوقادوم وعلي منجلي وغيرهم، وكذلك تم توقيف جميلة بوحيرد إذا في نفس الفترة من عام 57، رغم تواصل النشاط الفدائي إلى غاية توقيف حسيبة بن بوعلي كذلك في 8 أكتوبر سنة 1957 على هامش ما يسمى بالإضراب والمعركة الجزائر الكبرى. بين هذا الإضراب أنه كان بمثابة استفتاء شعبي، بين بأن الشعب الجزائري مترابط وملتزم بجبهة التحرير الوطني، وبين الإضراب كذلك هذا أن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة إذا دعم القضية الجزائرية، وأصدرت الأمم المتحدة في دورتها 11 لائحة في 15 فبراير 1957 تدعو فرنسا إلى إيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية، بالإضافة إلى الصدى الإعلامي الكبير الذي كان لهذه المظاهرات. وخلاصة القول أن محطة
28 جانفي سنة 1957 هي واحدة من بين المحطات الخالدة التي يعني قام الشعب الجزائري من خلالها إذا بالدفاع عن الوطن، وأكد عن لحمة الجزائريين ووحدتهم. فطريق الحرية لم يكن أبدا مفروش بالورود بقدر ما كان محفوف بالأشواك. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، فالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر.